وتصريحات المهندس أبو العلا ماضي الخاصة باستخدام جهاز المخابرات نحو 300 ألف بلطجي، منهم 80 ألف في القاهرة وحدها. هو يعني ما قاله المهندس أبو العلا ماضي غير صحيح. ويعني إذا كان يعني أي إنسان عندنا عاقل أو بيفكر لما يبص لهذا الكلام يجده غير منطقي وغير يعني مصدق. أولا الجهاز لكنه عاد وقال هذا الأمر منذ 9 سنوات. لا من 9 سنوات ولا من 10 سنوات ولا منذ تاريخ الجهاز. الجهاز لا يتعامل مع البلطجة ولا مع البلطجية. الجهاز ده جهاز راقي يتعامل مع أمن الدولة، أمن الدولة العام، وليس بلطجية. وبعدين 300 ألف بلطجي ده جيش، مين اللي فاضي ان هو يشتغل في 300 ألف بلطجي دول، يجمعهم وينظمهم ويحشدهم؟ كل الكلام ده كلام فاضي، كلام غير مسؤول. ويعني كما حضرتك ذكرت أنه يندرج تحت نوع من الهجمة أو التصريحات. للأسف هناك أناس يحبون أن يشتهروا فيهاجمون المؤسسات المحترمة. لكن المهندس أبو العلا ماضي ليس في حاجة إلى شهرة أو ذيوع. وما الداعي لأن هو يقول هذا التصريح الغير صحيح؟ قال أنني سمعت هذا من فم الرئيس الدكتور محمد مرسي. الرئاسة نفت أن يكون هذا الأمر صدر عن الدكتور محمد مرسي، وقالت يسأل فيه المهندس أبو العلا ماضي، وهو يعني رجع بعد كده وطلع التصريح من حزب الوسط بأنه بيحترم الجهاز وأنه كذا وأنه كذا. معنى هذا الأمر أن ما قاله لم يكن صحيحا، وأن الإنسان لما يكون مسؤول في مكان يجب أن يحسب كلامه بمنتهى الدقة، لأن الكلمة من المسؤول يترتب عليها آثار كبيرة جدا جدا. فإيه معنى أن هو يقول هذا الكلام؟ هل يريد أن يسيء للعالميين الشرفاء الذين لا ينامون لحماية الوطن؟ ما الداعي؟ إيه اللي كسبوا؟ إيه اللي عملوا؟ يعني قاعدين ببواطن الأمور، بيقعد مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية بيفضفض له كلام غير مسؤول، كلام غير مسؤول على الإطلاق. من المرات القليلة التي أرى فيها ضابط مخابرات مصري ينفعل إلى هذه الدرجة. إذا كنت تنفعل لسبب هذه التصريحات، فماذا ترى الخطر الحقيقي على جهاز المخابرات العامة المصري؟ الخطر الحقيقي على مصر مش على الجهاز. الخطر الحقيقي على مصر في حالة الجمود اللي احنا موجودين فيها، وفي حالة الشلل، وفي حالة التدهور يعني الكبير الحاصل في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الأمني وفي المجال الاجتماعي. النهارده الناس ما بقتش طايقة بعضها للأسف. هو ده اللي أنا أخاف عليه، وهو ده اللي أنا أحرص عليه، وهو ده الجهاز بيحاول بقدر ما يستطيع أن ينبه له وأن يحذر منه، والله المستعان.